السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد فهمي من قناة فهم ميديا 14، الحلقة التانية في القناة. الحلقة النهاردة هتبقى عن مباراة سيراميكا في أول ماتش في الدوري. بداية هنتكلم على التكتيك اللي بيلعب بيه يانيك فيريرا ونقاط القوة للفرقة، وبعد كده هنتكلم عن نقاط الضعف اللي ممكن يستغلها سيراميكا ضدنا لا قدر الله. واخر نقطة هتبقى ازاي سيراميكا هتلاعبنا، وايه نقاط الضعف برضو اللي احنا نقدر نستغلها عندهم، ونقدر نكسب 3 نقط ان شاء الله. بداية التكتيك بتاع يانيك فريرا بيعتمد على الفورميشن 4-3-3. بيلعبها بالشكل اللي هو ديفندر 6 اجريسيف، بيعرف يقطع الكورة، وبيلعبها للاثنين اتاكينج ميدفيلدرز. هو بيلعب تمانيتين هجوميين، بيبقى دورهم ان هم يزيدوا مع الثلاثة المهاجمين اللي قدام. الاثنين وينجرز بتوعه اللي هم اليمين والشمال بيبقوا اكتر، بيزيدوا جوه المنطقة الهجومية، يخشوا لجوه، مش لعيبة خط. وبيستغل الخط بالباك اليمين والباك الشمال، فالباك اليمين والباك الشمال عنده بيبقوا اكتر انهم وينجرز. وبيلعب كده بان هو بيزود الزياده الهجوميه للفرقه بتاعته بشكل كبير، بمعنى ان الباك اليمين والباك الشمال والاتنين تمانيات مع التلاتة المهاجمين اللي هم رقم 9 والاتنين وينجرز، بيبقى كل دول زيادة عددية في قلب المنطقة. طبعا دي فيها ميزة في الناحية الهجومية، وفي نفس الوقت عيب في الناحية الدفاعية، لأن أنت بتسيب مساحات كبيرة في ظهرك، في ظهر الاتنين باكات. والرقم 6 بيبقى هو الوحيد الدفاعي في منطقة نص الملعب. الزمالك، لو بصيت على الخطة اللي احنا بنتكلم فيها دي، فبنسبة كبيرة قوي الباك اليمين والباك الشمال عمر جابر وبنتايك، اتنين مساكين، الونش وحسام عبد المجيد. الديفندر طبعا في حالة أحمد ربيع لو رجع إن شاء الله من الإصابة هيبقى هو الأساسي، لأن هو اللي فيه مواصفات الستة الأجريسيف اللي بيقطع الكورة وبيلعب الكورة بشكل كويس للقدام. لكن بكرة مش هيبقى موجود طبعا لأن هو مصاب، فهيبقى البديل ليه محمد شحاتة. والاتنين اللي قدامه بنسبة كبيرة هيبقوا عبد الله السعيد وأحمد حمدي. وقدامه يا اما الوينج اليمين، يا اما ناصر ماهر، يا اما عبد الحميد معالي. ناصر ماهر ما بيلعبش بالشكل اللي هو بيحبه يانيك فريرا، ان هو واحد وينجر بيقطم لجوه وبيعرف يلعب كروسات للناحيه الشمال. ودايما الوينجر الشمال بتاع يانيك فريرا بيبقى مهاجم اكتر منه وينجر، عشان يعرف يلعب بدماغه كويس ويقطع على العرضيات اللي بيلعبها الوينج العكسي اللي هو الوينج اليمين. ففي حالة إن ناصر ماهر موجود بكرة، طبعا موضوع الكروسات ده ناصر ماهر ما بيلعبوش أحسن حاجة، لكن بيقدر يقطم لجوه ويدخل في منطقة الجزاء. فأفضل لخطة يانيك فريرا إن اللي يلعب في الحتة دي معالي طبعا، لأن هو اللي يقدر يقطم لجوه ويلعب كروسات للوينجر العكسي اللي هو في ناحية الشمال. طبعا شيكو بنزا واحمد شريف الاثنين وينجات اقرب للمهاجمين، فدول بيخدموا الخطه بتاعت يانيك فريرا. لو بصيت برضو على التدعيمات اللي حصلت في الوينج اليمين، اذا كان الفين بريرا الجديد اللاعب البرازيلي ومعالي، هتلاقيهم فيهم المواصفات اللي طالبها يانيك فريرا، انه وينجر بيعرف يقطم لجوه يلعب كروسات، يشتغل على المهارات واحد لواحد، يدخل لجوه يحاول يجيب ضربات جزاء. هي دي الفورميشن اللي بيعتمد عليها يانيك فريرا. في المقابل الخطة بتاعت يانيك فريرا دي فيها طبعا عيوب، ان بيبقى فيه في ظهر الدفاع في ظهر الوينجات مساحات كبيرة. في حالة ان اتقطعت منك الكورة وانت عامل ضغط عالي، الهجمات المرتدة بتبقى خطيرة بشكل كبير قوي،
وممكن يعتمد عليها سيراميكا بخطتهم اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. تمام، لو رحنا لفرقة سيراميكا بيلعبوا بنفس التكتيك اللي بيلعب بيه الزمالك 4-3-3، بنفس الضغط العالي. الاختلاف الوحيد في نص الملعب الفورميشن بتاع الثلاث لعيبة، بيلعب باتنين ستة وقدامهم واحد رقم 10. الاتنين ستة متمثلين في عمرو السولية ومحمد عادل، ورقم 10 عنده برضو التلاتة اللي قدام واحد سترايكر 9. احنا عندنا لو رحنا للتسعة بتاعنا التسعة الكلاسيكي ناصر منسي، وعضي الدباغ برضو كلاسيكي بس برضو عنده مهارة شوية، بيعرف يروح على الوينجات، بيعرف يفضي للعيبة اللي جنبه، بيعرف عنده مهارة فردية أكتر من ناصر منسي. فخري لقاي نفس القصة زي عدي الدباغ، مش المهاجم الكلاسيكي اللي زي ناصر منسي. عنده مهارات، بيعرف يفضي الونجات بشكل كويس، بيلعب كورته حلوة، بيعرف يلعب وان تو هات مع الرقم 10 والونجات اللي حواليه. بالنسبة للونجات بتاعت سيراميكا، الشكل الهجومي بتاعهم برضو ان هما بيدخلوا لجوه زي الونجات بتاعتنا، مش لعيبة على الخط، بيخشوا لجوه بمهاراتهم وبيلعبوا على الجول. صديق جولا يتفوق شوية على تشيكو بانزا، انه مهاراته افضل، بيدخل لجوه وبيسدد، ده موجود برضو على تشيكو بانزا. بس الفرديات بتاعت صديق اوكولا افضل من تشيكو بانزا. تشيكو بانزا ممكن يتفوق عليه ان هو طويل، وبيعرف يأدي التكتيك اللي مطلوب من يانيك فريرا ان هو يبقى مهاجم تاني ويستقبل الكروسات من الوينج اليمين ويلعبها بدماغه ويجيبها جول. فده الشكل الهجومي بتاع سيراميكا، وده الشكل الهجومي بتاع الزمالك. نقاط الضعف اللي موجودة عند سيراميكا ان هم برضو عندهم المساحات اللي ورا الباكين بشكل كويس، نقدر نستغلها، بيسيبوا مساحات كبيرة. نقدر من خلال الوينجات بتاعة نادي الزمالك إن إحنا نلعب في ظهر الدفاع بتاعهم، زي ما قلت لك إن يانيك فيريرا لما بيلاقي الفرقة اللي قدامه بتلعب بالشكل ده بيستخدم الكرات الطويلة اللي في ظهر الدفاع، من خلال حسام عبد المجيد أو الونش. ممكن نلعب كرات طولية، اللي بيعملها برضو كويس صلاح مصدق الصراحة. لو لعب بكرة في منطقة المساكين بيقدر إن هو يلعب الكور الطولية اللي في ظهر الدفاع بشكل كويس، ويقدر يستغلها إذا كان ناصر ماهر أو معالي، والناحية التانية شيكو بنزا، إن هما يلعبوا في ظهر الدفاع ويستغلوا مساحات ويجيبوا جول. ده هيبقى شكل المباراة بنسبة كبيرة بكرة هنشوفه، وهيبقى هجمة قصاد هجمة، وأنا متوقع إن ممكن يبقى فيه أهداف كتير بكرة، لأن الفرقتين بيلعبوا بنفس التكتيك وبيسيبوا مساحات في ظهر الدفاع. لذلك احنا أتمنى إن احنا يبقى عندنا حرص شوية في نص الملعب، يعني في حالة إن لعب أحمد حمدي وعبد الله السعيد أو ناصر ماهر وعبد الله السعيد في الملعب، يسندوا مع محمد شحاتة رقم 6 اللي هيلعب بكرة، وما يسيبوش مساحات كتيرة في نص الملعب يقدر فريق سيراميكا يعمل علينا كاونتر اتاكس، خصوصا ان هو بيلعب برقمين باتنين لعيبه ستة، فممكن يستخلص الكرة بطريقة سهلة في حالة ان احنا عندنا ميس باس. لازم ناخد بالنا من الموضوع ده، وعشان نحل مشكلة المساحات اللي في ظهر الباكين، في حالة ان احنا طلعنا بالهجمة من الناحية الشمال مع بنتايك، عمر جابر يرجع يسقط، ما يزيدش في الهجمة. وفي العكس لو عمر جابر هو اللي زاد بالهجمة، بنتايج يرجع ويغطي في الناحية العكسية. ده كل اللي عندنا النهاردة، أتمنى أكون
غطيت الماتش وخطيت التكتيك بتاع الفرقتين، وإن شاء الله تبقى بداية موفقة لنادي الزمالك.